السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين، ويا ربنا يهل يا رب علينا رمضان في أحسن حال. واحنا خلاص قربنا نخلص أول أسبوع من شعبان. وطبعا نفحات رمضان كلها ابتدت تهل علينا، وناس كتير مننا بتصوم في شعبان. فاللهم إله علينا بالخير واليمن والبركات يا رب. فاحنا معانا النهاردة أول حاجة من تفريزات رمضان للسحور. معانا طبعا الفول، ودي حاجة أساسية كل الناس بتعتمد عليها في سحور رمضان. انا معايا كيلو من الفول، وطبعا اهم حاجة وانتي بتجيبي الفول تاخدي بالك ان هو يبقى فاتح، والحباية بتاعته تبقى كبيرة بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده. دي اهم حاجة، ان الحباية بتاعت الفول تبقى كبيرة. انا معايا كيلو من الفول، هستخدم له ربع كيلو من الفول المدشوش، وهستخدم له نص كوباية من العدس، وهاخد ودي اساس بقى الفول او تدميس الفول في الحله. هستخدم له معلقه كبيره من الخل، بتسرع لك التسويه، وكمان بتديك الفول يبقى طري وحلو جدا. ومعايا بابريكا، ومعايا صلصه، هحط معلقه صلصه من الصلصه البيتي اللي احنا عملناها مع بعض. دي كل مكونات تدميس الفول في الحله بتركات المحلات. تعالي بقى كده نشوف هنعمل ازاي. اهم حاجه انا نقعت الفول، ما تنقعيهوش اكتر من ساعه ساعتين. في ناس بيقولوا لك لا انقعيه ليله كامله، انقعيه يوم كامل. لا، الافضل ان انت تنقعيه بالكتير قوي ساعتين، علشان القشره بتاعته ما تفصلش. بعد التسويه تلاقي القشره فصلت وسابت الفوله دي، ما بتبقاش حلوه. بصي بقى، حله كبيره، واهم حاجه تبقى حله كبيره واسعه زي ما انت شايفه معايا كده اهو، زي ما انت شايفه معايا. والفول بتاعي اتصفى، وطبعا اتنقع واتغسل كذا مره. دي كده الحله بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا لو في اي واحده سودا قابلتك، طبعا هو متنقي كويس، ولو في اي واحده قابلتك ما خدتيش بالك منها برضو هتشيليها اهو، زي ما انت شايفه معايا. ما شاء الله الحبايه بتاعته كبيره وحلوه جدا اهو، زي ما انت شايفه معايا. لازم يبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هتنزلي بقى بايه بقى في الفول ده. نزلت بكيلو الفول بتاعي، وهنزل بنص كوبايه العدس زي ما قلت لك بالشكل ده كده، والفول المدشوش الربع كيلو على الكيلو. هتطلعي كميه حلوه جدا وزي ما انت شايفه معايا. اهم حاجه تبقى الحله بتاعتك كبيره ومغطيها بالشكل ده كده. بصي بقى، نزلت بالفول بتاعي زي ما انت شايفه، الفول مع العدس مع الفول المدشوش اهو. ولازم كده يبقى نازل في الحله عشان هامله ميه تغطيه زي ما انت شايفه معايا. طيب ايه بقى الاضافات بتاعتي اللي انا هضيفها؟ اهم حاجه عشان تسويه الفول بتاعك، معلقه الخل دي ضروريه، معلقه كبيره من الخل اهو بالشكل اللي انت شايفه معايا ده كده. دي هتسرع لك في تسويه الفول، وهتديكي طراوه، ومش هتخلي الفوله تسود منك. طيب وايه تاني؟ شويه بابريكا للي بيحبوه احمر شويه، في ناس بتحبه يبقى احمر وبالشكل ده كده. في ناس بتضيف طماطمايه. ودي اهي الصلصه اللي انا عملتها معاكي من 3 اسابيع. انا فاتحه علبه من 3 اسابيع وبفتحها واستخدمها اهي، ما شاء الله حلوه جدا. استخدم اخر حبه فيها الصلصه البيتي اللي انا عملتها معاكي بالشكل ده كده. كده كل المكونات اللي انا عايزاها حطيتها. احط ميه انا مدفياها من الكاتل وسبتها هديت شويه، يعني ايه بالشكل ده كده. لازم تغطي الفول بتاعك. هزودها بقى شويه كمان اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. غمرته حلو جدا، مش هفتح عليه قبل ساعتين بس علشان اطمن ان الميه معدلها كويس. علشان كده حطيت مقدار ميه عالي وبالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده. لازم تقفلي عليها كويس علشان تضمني ان البخار ما بيخرجش منها وهي بتستوي، علشان تعملي دور الدماسه اهو. هجيب فوطه وهبتدي اغطيها بيها برضو بالشكل ده كده
علشان اقفل على البخار بحيث مدة التسوية بتاعتي تقل بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهم حاجة تضمني ان الايه الفوطة بتاعتك مش واصلة للشعلة، وطبعا الشعلة بتاعتك بتبقى هادية جدا، وتقفلي على الفوطة بتاعتك كويس جدا بغطا الحل بالشكل ده كده. عين الشعلة هادية جدا. انا عملت ايه؟ جبت حاجة تقيلة وحطيتها على الحلة من فوق علشان اضمن ان البخار ما يطلعش. انا عايزة اكتم البخار قدر المستطاع. كده بقى الشكل النهائي بتاعي للفول كده، او الفول بتاعي استوى. انا الفول بتاعي قاعد على النار بالظبط 4 ساعات، بس من 4 ساعات ونص ل5 ساعات. بس بسم الله ما شاء الله انا ما فتحتش عليه الا مره واحده بعد ساعتين علشان اشوف الميه بتاعته نقصت ولا لا. انا بالامانه ما زودتوش ولا نقطه ميه وهو على النار. وعايزه اقول لك ان الفخاره اللي انا كنت حطاها عليه دي علشان اتقل بيها الغطا، علشان وهو بيغلي ما يتفتحش مني والبخار كله يبقى داخل جوه، بحيث مده التسويه بتاعته تقل. هو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. عايزه اقول لك يعني ما شاء الله انا عايزه اقول لك انا قعدته على النار بالظبط زي ما قلت لك 4 ساعات ونص، وما فتحتش عليه الا مره واحده. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه معايا الفوله عامله ازاي، وتقلت ما شاء الله اهو زي ما انت شايفه معايا ما شاء الله، وتسويته حلوه جدا، والفوله ما سابتش القشره وما سودش معايا زي ما انت شايفه. بسم الله ما شاء الله حلو جدا، تسويته حلوه جدا اهو. جربيه بالطريقه دي بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده، وحطي الخل وما تقلقيش. وطبعا هو لونه كده برضو عشان انا حاطه الصلصه اللي انا حطيتها معاكي البابريكا زي ما انت شايفه معايا. عايزه اقول لك ان الاسترتش ده مع الفوطه بجد خلى التسويه بتاعته حلوه جدا، لان في ناس بيقولوا بيقعد معاهم 7 ساعات وبيقعد 8 ساعات. لا انا الاسترتش مع الفوطه خلاه يستوي في 4 ساعات ونص، وما شاء الله طالع تحفه. دي كمان من التريكات. يبقى التريكه بتاعتك اهم حاجه افكرك بيها الخل علشان تطلعي فول بالشكل ده. وبسم الله ما شاء الله شايفه السمك بتاعه عامل ازاي ما شاء الله. دي كميه كيلو ما شاء الله. شايفه الكميه بتاعتي عامله ازاي، الفوله عامله ازاي، نوعيه الفوله نفسها حلوه جدا اهي، وما سابش القشر. والاسترتش مع الفوطه والتقليب حاجه ده بيديكي فول تحفه جدا، اكنك عامله دور القدره. انا جبت علب من دي تقدري تحطيه في اكياس، كل واحد بقى بيفرز بالطريقه اللي هو يشوفها مناسبه وبالكميه اللي يحطها لمقدار الميه المره. انا هحط كميه اهو ما شاء الله بالشكل ده كده. الكميه دي انا بالنسبه لي ممكن تكفيني يومين اهو بالشكل اللي انت شايفاه زي ما انت شايفه معايا ما شاء الله. تعالي بقى نضرب شويه بالهاند بلندر، هكسرهم نص كده علشان انا عندي ابني بيحبه برده مهروس كده. هشيله مهروس بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده اهو، نص ضربه مش ضربه كامله اهو، عشان لسه في حبات فول اهو، يعني نص بالشكل ده كده. وابتدي برضو انزل بيه هنا. تحفه خطير، جهزي رمضان. انا عايزه اقول لك ما شاء الله مطلع كميه كبيره من كيلو الفول. هكملهم بقى وارجع اوريكي الشكل النهائي. ما شاء الله دي الكميه اللي طلعت معايا من كيلو الفول. كان ممكن اطلعها اكتر على فكره، انا حاطه كتير في العلب. يعني انا بالنسبه لاسرتي العلبه دي ممكن اخدها على يومين
بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وكمان فاض حطيتهم في اكياس زي ما انت شايفه، حفظ، اكياس حفظ بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. اجهزي رمضان، فرزي الفول واعمليه بالطريقه دي ودمسيه بالشكل ده، حلو جدا. اللهم اهله علينا بالخير واليمن والبركات، اللهم امين اللهم امين. كانت معاكي رشا سعد، نورتوني.